صباح الفل والجمال والصحصحة، يومكم كده مليء بالطاقة والأمل، يومكم كده معطر بذكر الله، يوم كده حماسي. يوم كده يعني من أيام ربنا الحلوة. تعالوا بقى الأول نذكر الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ يومنا مع بعضينا. طبعا احنا خلاص احنا في اخر الشهر، فطبعا مفلسين ما قشفرين، عايزين بقى اكلات اقتصادية. قررت بقى ان انا اطلع اللي في التلاجة عندي وابدأ اعمل بقى ايه بيها، اي حاجة عندي. تعالوا بقى نشوف، انا النهاردة هعمل معاكم فطار، وهعمل معاكم غدا، وهعمل معاكم حاجة حلوة وكلها حاجات من البيت. وانا على فكرة ما يعني منزلتش جبت حاجة من بره ولا اي حاجة، لان انا زي ما قلت لكم احنا في اخر الشهر، فايه مفيش ميزانية خالص ان احنا ننزل. لان احنا اكيد يعني كل الامهات اكيد لما بينزلوا، لو معاكي فلوس ايا كان الفلوس اللي معاكي بتخلص، مفيش حاجة بتفضل يعني. فطبعا انا قررت ان انا بقى ايه اخر الشهر انا مش هشتري حاجة، هبدأ اشتغل من الحاجات اللي عندي في التلاجة وخلاص. هنصحصح كده ونشرب القهوة بتاعتنا ونبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كل حاجة غليت. لو رحت اجيب مثلا الطعمية غليت. طبعا القرص المحشي او اي قرص طعمية كبير كده انت بتطلبيه بيبقى ب5 جنيه. طب انا ليه ما اعملش انا الطعمية في البيت بأقل التكاليف؟ دورت كده بقى، لقيت عندي كيس فول مدشوش. وطبعا جبت الخضرة بتاعتي، طبعا دي الخضرة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة وكرات. خدتها وغسلتها ومسكتها قطعتها وكده، يعتبر راس توم كده كبيرة. طبعا انا عندي التوم مفروم، فاستخدمت ايه قطعة كبيرة من التوم المفروم. وفي تركاية بقى، انت حابة تعمليها حبة، مش حابة تعمليها خلاص. بجيب بقى العيش الشامي وهبدأ ان انا اقطعه وابله واخده كده زي ما تقولي كده، زي خميرة للطعمية. طبعا محلات الفول والطعمية بيعملوا التركاية دي، طبعا بتنفش كده الطعمية من جوه وبتبقى طعمها حلو جدا. فانا طبعا عملت بقى كده. طبعا ده كيلو فول مدشوش، الكيلو هتعملي عليه رغيف شامي كده، لكن لو نص هتعملي نص الرغيف الشامي. وحطيت طبعا اللي انت شايفاه ده، طبعا ده الكرات يعني مش عيدان، ما تحطيش العيدان علشان ما تقلبش معاكي بميه وتفك منك في الزيت الطعميه. لا، ده احنا بناخد بس الايه الورق بتاعها اللي هي اللي فوق ده وخلاص. لكن دي العيدان بتاعت الكرات. طبعا انا مقطعاها كده تقطيعة عشوائية. وهبدأ بقى انا طبعا زي ما انت شايفة كده ان انا ادمجهم مع بعض. وكنت حاطة كمان بصلاية وسط، يعني لو انت هتحط نص كيلو فول مدشوش حطي بصلاية صغيرة، انا حاطة بصلاية كويسة وسط. وهبدأ ان انا بقى ايه مع بعضيها كده. طبعا شايفين ايد مين دي؟ انتوا عارفين ايد مين دي. بعد كده هبدأ ان انا بالكبة كده، وطبعا الكبة عشان صغيرة وانا عندي كمية من الفول المدشوش، فانا ماشية مع الكبة شوية شوية. طبعا لو هي ما مشيتش معاكي الحاجات المكونات دي كلها وتقيلة على الكبة، نبدأ ان احنا ايه نسقسقها كده بشوية مية. عايزة اقولك بجد، يعني انا من ساعة ما عملتها في البيت وانا يعني ما بقيتش اشتريها من بره. ولو خلصت عندي فبيبقوا مثلا لو هم عايزين ياكلوا طعمية، بروح مثلا اجيب العجينة من بره. عايزة اقولك بيديني مثلا ب5 جنيه عجينة، بتبقى يعني صغيرة جدا. يعني ما بت يعني الكيس انا هوريكي كمان وانا بخزن الكمية اللي انا بحطها في الكيس بتكفي، يعني بنعمل طبق طعمية محترم يعني. لكن هما لا، يعني العجينة صغيرة جدا على 5 جنيه جدا، يعني بيديكي حتة صغننة. طب احنا ليه بقى ما نوفرش ونعملها في البيت؟ زي ما انت شايفة كده جبت اكياس التلاجة، نضفنا مكاننا كده وظبطناه. وبعد كده نبدأ بقى ان احنا نخزن الطعمية بتاعتنا، طبعا من غير توابل ومن غير اي حاجة. انا بعملها بالطريقة دي. هقولك تاني برضو على الطريقة. انا حاطة كيلو فول مدشوش، ومعانا حزمة شبت، بقدونس، كزبرة، كرات، وكمان بصلاية وسط وراس توم. وطبعا العيش بتاعي اللي انا حطاه ده اختياري زي ما انت عايزه، مش عايزه تحطيها خلاص براحتك. طبعا انا كده خزنت وسبت بقى
حتة كده من العجينة. هعملها بقى دلوقتي، هوريكم بقى الفطار ده. انا بصراحة انا بحبه جدا، يعني انا لو فطرت الفطار ده انا ممكن ما اتغداش يعني. فبحب جدا الفطار ده. طبعا انا عندي العجينة اهي، طبعا ما فيهاش اي حاجة. حطيت بقى فيها ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة، ورشيت بقى كل ده كده مع بعضه على العجينة، وهبدأ اخلطها مع بعض. ولازم الفها شوية كده، اديها كده لفة بالمضرب اللي هو اليدوي، علشان تبقى من جوه كده هشة لما نيجي ناكلها. زي ما انت شايفه كده هبدا ان انا اصبحها واي تشكيله. طبعا انا جايبه هنا سمسم وحبه البركه، انا بحب جدا احط عليها سمسم وحبه البركه. اكيد لما انت تجيبيها من بره مش هيكلفها لك كده ويحط لك سمسم وحبه بركه. بس عايزه اقول لك جربي بالسمسم وحبه البركه، او ده لوحده ده لوحده، بصراحه بتخلي الطعميه في حته تانية. يعني اكنك بتاكلي طعمية شامية، حاجة كده محترمة. وادي الفول بتاعي بالطحينة، وبقى بتنجان على فلفل، والعيش الشامي، واحلى سندوتشات انا بقى بعملها. وبصي يعني ما بتكلفش حاجة، بدل ما انا اروح اشتري سندوتشات شامي. شوفي بقى السندوتش بقى ب6 وب7، واكيد السندوتش مش هيكفينا. طب احنا بقى نتحدى الغلا اللي احنا فيه، ونجيب بقى حاجات بتاعتنا دي. وانا بحب بصراحة بقيت اعمل سندوتشات كده جنبينا بقى الشيبسي والحاجة الساقعة والطعمية والفول. بصي احلى فطار. انا بحب الفطار ده جدا، بحب اكله يوم الجمعة، بس مش على طول، علشان الواحد ما يعني ما يتعبوش برضو. كتر الفول ممكن يتعب، فبعمل الموضوع ده ممكن يبقى يومين في الاسبوع، حلو قوي. فاحلى اكلة، وبجد تعتبر بقى فطار وتعتبر غدا وعشاء. بص السندوتش بقى بوريكم، ده بقى انا مسمياه سندوتش القنبله. اللي هو انت بتاكلي سندوتش من هنا خلاص انت شبعتي، فيه فول وطعميه وبتنجان وكل حاجه. خلصنا الفطار بتاعنا، نبدا بقى نعمل الغدا. حطينا كده بقى السمنه بتاعتنا، وبعد كده البصله. وهنعمل النهارده بقى طبيخ حلو جدا، من غير بقى بصي ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. تعالى اقولك هنعمل بقى النهارده اكل، وبجد هيبقى فيه قيمه غذائيه حلوه. دي بقى؟ دي حته لحمه مفرومه. انا بعمل كده لما بجيب اللحمة المفرومة بتاعت الشهر بتاعتي، بخلي كيس كده بيبقى نص مثلا للزنقات. اللي هو انا مثلا مش هعمل النهارده فراخ ولحمه، لا، طب ما انا عايزه اعمل طبيخ مثلا، طب انا اعلي القيمه الغذائيه عشان الولاد يستفادوا باي حاجه. هبدا ان انا طبعا ان انا احط اللحمه المفرومه بتاعتي وتتشوح كده، وهبدا ان انا انزل النهارده نعمل بقى طبعا زي ما انتم شايفين كده باميه. وهبدا ان انا اشوح الباميه بتاعتي كويس جدا. انا سبتها بالظبط كده يجي دقيقتين كده على البوتاجاز تتشوح كويس، وياخدوا من بعضيهم اللحمه والباميه. وهبدا بقى ان انا احط الطماطم، وحطيت كده مكعب من المرقه ورشه من السكر، وهسيبها بقى تتسبك، ولا هحط صلصه ولا حاجه. يعني احنا عايزينها كده تبقى حلوه وجميله، وان شاء الله تبقى حلوه جدا. اهي اتسبكت، سبتها كده يعني اقل من ربع ساعه، وهي خدت ودت كده مع بعضيها بشكل ودي، وبقت زي الفل. طبعا عايزه اقولك يعني فيها قيمه غذائيه. حطيت لحمه مفرومه، يعني اللي هياكل مثلا الباميه هياخد معاها برضو حته من اللحمه. فاسهل حاجه في الدنيا، وبصي ما تكلفناش اي حاجه، والعيال برضو استفادوا. برضو دخلنا لهم لحمه، لان اصلا كل طفل المفروض ان هو يبقى ياخد مثلا 100 جرام من من اللحمه، يعني قطعه لحمه صغيره، مش بكتر اللحمه عشان النقص. عملنا بقى الغدا واتغدينا والحمد لله. ده غدا اقتصادي. طبعا انا بوريكي افكار كده انتي ممكن تعملي برضو كده، وممكن برضو ما تعمليش، دي حاجة برضو ترجعلك. انا حبيت ان انا اوريكي انا في اخر الشهر بعمل ايه. هعمل برضو كيكة سهلة جدا من غير اي افتكاسات خالص. دي كيكة بيضة حلوة جنب كوباية شاي، جنب شاي بلبن. دي بقى للعشاء. بصي للزنقات بالليل، بيبقوا مثلا سهرانين عايزين ياكلوا حاجة حلوة، فكيكة حلوة جميلة جدا ما فيهاش اي حاجة. طبعا انا حطيت الاول الدقيق والبيكنج باودر، وحطيت رشه من الفانيليا. عايزه اقولك جربي كده رشه من الفانيليا على البيكنج باودر والدقيق، بتخليها بقى في حته تانية، بتبقى ريحتها كده فانيليا وحلوه قوي. هنا بقى شفشق الخلاط هنحط فيه بقى؟
هحط في شفشق الخلاط انا استخدمت 2 بيضة وفانيليا وكوباية لبن وكوباية سكر ونص كوباية من الزيت، وخلطتهم مع بعض، وهحطهم بقى على على الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا، وهخلطهم مع بعض. كيكة سهلة عادية جدا. طبعا بالنسبة دي انا حطيت 2.5 كوباية من الدقيق، سهلة جدا ومسكرة وحلوة وما فيهاش اي افتكاسة، كيكة عادية زي كل ما بتعملها، ما فيهاش اي حاجة خالص. وبعد كده جبت الصينية بتاعتي بطنتها بقى بالسمنة والدقيق، وهبدأ ان انا احط بقى الكمية بتاعتي كلها كده كويس جدا، وهعملها كده زي ما انتوا شايفين اهو، وهوزعها كويس جدا، وهمسح الحروف عشان ما تتحرقش لما تخش الفرن، وهدخلها بقى الفرن. طبعا انا ما بولعش عليها من فوق، انا بولع عليها من تحت وخلاص، كده كده بتتوزع الحرارة كلها، وندخلها في فرن سخن ونطلعها بقى، وبألف هنا وشفا يعني على اللي هياكل كيكة. بصي حلوة جدا وتنفع في الزنقات، ما غرمناش حاجة ووفرنا علشان نزق اخر الشهر بقدر الامكان. وبكده خلصت بقى ولبست ورايحة بقى ازور مامتي عشان تعبانة، عايزاكم كلكم تدعوا لها. وباي باي، مع السلامة، انتظروني في فيديو جديد.